الحديث كان والده بحاجة إلى مال، ويقول البيت اللي ببنيه في الرياض أزين من بيت أبوي، وسيارتي أزين من سيارة أبوي، وثوبي يجمل من ثوب أبوي، فاستحييت من الله. وكان فيه قد أخذت من بنكي كذا، أخذت 500,000 تمويل أبني أرض عندي في حي النظيم في الرياض. فذهبت إلى أبي في الجنوب وأتيت إليه، قبلت رجله ثم ركبته ثم يده ثم ما بين عينه، قلت يا أبوي أنا أحتاج منك مبلغ، أبوي فقير. قال أبشر يا أبوك، هذه بطاقتي، هذه بطاقتي، أبي أعرف رقم حسابه. قلت بطاقة البنك يا أبوي. قال هذا البوك كله خذه. قال فذهبت، قال وانا أبوك ما في الحساب إلا 10,000، خلي ويمك 1000 ولا 2000 والباقي يفداك. الآباء لا زالوا يعطون والأبناء يستجدون، ويا طول الليل شايب لا زال يكد على رجال أكبر منه، وكل ما صقها عدله انقلبت مع ذا الولد عوجة، نسأل الله العافية. قال فذهبت إلى البنك، ثم لما فتح أودعت فيه 500,000 ريال كامل التمويل الذي أتاني من البنك. والله ما بقي في حسابي يا شيخ إلا 300 ريال. ثم أتيت بالبطاقات وأعطيتها أبوي وحبيت يده، قلت يا أبوي أبدلك الله بال10,000 500,000، والله أني بقعد 10 سنين أسدد فيها، لكن عساني أكفر بالجحود والصدود والصد عنك. لا وانا أبوك. يقول وطلق امرتي وهي بنت أخوه أنها ما يعود منها ريال، والله إنها لك كالمطر. قال فغطى وجهه وجلس يبكي. يا أبوك أشغلت نفسك. قال الله معطيني الحياة بسببك، ما أعطيك بعضا من أسباب الحياة. أحبابي، اللي ما ينظر للوالد أنه جنة والأم جنة يعيد ترتيب الأولويات، ملخبط وضايع. تدرون لماذا أبناءنا لا يبروننا؟ لأنهم ما رأونا نبر ونحن نبر أمهاتنا وآبائنا. البر ليس محاضرة، البر ليس خطبة، البر ليس آية فقط وحديث، البر قدوة. إذا ما شافك أبوه ولدك تحب مواطي يمك، والله ما يحب رجلك، والله لو تلمس السماء ما في أمل حتى يراك. إذا ما رآك تفداه بحلالك كله، إذا ما رآك تستقيل من عملك. وين أبوي تتركنا؟ نترك الرياض، نترك جدة، نترك الدمام، نعم نترك الدنيا كلها. دام أبوي على قيد الحياة أجي تحت رجليه لأن الله يأخذ الأسبق منا إليه. لأنه لا سعادة لابن في وجود أبيه أو أمه وهما عند الكبر إلا أن يكون تحت أقدامهم. ما فيه بر. شايب أبوك كبير وتروح تدور للرزق، الرزق وش؟ الريال؟ الرزق والله عند الله، ولن يعطيه ربي لعدو لنفسه.